اللي ما تنساش عايزين نتكلم على الواد اللي اسمه علاء صادق ده. ماله؟ قول. عايزين لا قول. هذا الشخص مين ده؟ الواد اللي اسمه علاء صادق. الواد اللي اسمه علاء صادق. على فكره يا استاذ محمد ما بيطيقش الكابتن عزمي، عشان الكابتن عزمي بيحب مصر ووطني حتى النخاع، فما بيطيقوش يعني. طبعا لازم. بيتطاول كتير على مصر، والمره متطاول بطريقه يعني بيتطاول على المشير السيسي وبيتطاول بس على فكره يمكن انا اعرفه، يمكن قضيت فتره في الاخبار كان بيعتبر الصلاه كرنفال والصيام ده عشان لا هو اصل ده راجل، اصل انا بقول مثل ليس على الشواذ حرج. يعني انت بتشبهه بالشواذ؟ طبعا ده راجل، انت فاكر لما كان بيلبس حلق فرده واحده؟ بس انا ما اعرفش في الودن اليمين ولا الشمال. ده شواذ فكريا. لا 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 في كل حاجه شواذ كوكتيل كده، لكن هو انسان مريض. ده انسان مريض. علاء صادق شاذ؟ طبعا. الكابتن عزمي كان بيلبس بص على مسؤوليته والله، وبيلبس حوله على الطب الشرعي، والطب الشرعي يقول رايه. لا حول ولا قوه الا بالله. طيب حوله على الطب الشرعي. اطلب كده نداء ان يتحول للطب الشرعي. وانا خايف يرفع عليك قضيه اغتصاب. يرفع يا عم، يرفع. لا اروح معاك. انا مش عارف اشتغل. لا 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 عايز اروح معاك للحل للخروج من ازمه تسويه المنازعات. الاداب بيقول لي لو علاء صادق راجل يطلع يرد عليك. هو هيبقى راجل ازاي؟ طب هيجيبها ازاي؟ ده في قطر. ده هيجيبها ازاي دي؟ ده جنب الشيخ طب ما تحاولوا تطلبوا لنا كده يا جماعه. ازاي؟ ده قاعد في الفندق اللي فيه عاصم عبد الماجد. والله؟ طبعا. انت عارف بيمارسوا الرجوله عليه ولا ايه؟ لا بس اقول لك على حضرتك حاجه. الولد ده خريج طب تخصص اطفال على فكره. كان تخصص اطفال كويس. والله انا ما اعرفش تخصصه. فشل، واخد بالك، فحب يخش رياضه، دخل حكم. حكم ماتش، اول ماتش حكمه كان في نادي الشمس. الفرقتين ضربوه، الكسبان والخسران. الفرقتين واخد بالك. دخل على الاعلام الرياضي، واخد بالك، راجل يعني هقول لك حاجه. عشان كده طول فتره اللي اشتغلها صحافه كان بيهاجم الحكام بطريقه بشعه.